ماشي حلو يا محمد عبد الناصر. قاعد من عبد يا محمود يا معداوي، محمود يا معداوي، ولا محمود يالا ضربوا يا بابا ضرب. احنا هننتقم معاكم بقى، ماشي براحتكم بقى. انتوا هناديكوا على الغلابه دول. عاوز ايه؟ طوح طوح. ايه ده؟ تعال هي هي. تعال يا سيد. طوح طوح. نينك درا. طوح. نينك درا. طوح. نينك درا. الله ابو الله ابو الله ابو حسام بص هداف عالمي. يا ابو صلاح مين ممتاز. خد زي ابو صلاح. والله ممتاز. ابو صلاح خد علق. تعال علق تعال حتى يلا. ثالث صح؟ ثالث التمرير يا حمد. انما تدخل ضربه حره مباشره لفريق النصر على حدود منطقه الجزاء ناحيه الشمال. على التنفيذ خالد صقر. هو ثالث تصويبه، انما تصطدم كده بحاول تصطدم محمد عبد الناصر محمد، انما يحتسبها حكم اللقاء الكابتن محمد عبد المعز. ضربه حره مباشره لفريق الاصدقاء. ما زلنا كده في اول 5 دقائق من اللقاء وما زالت النتيجه التعادل السلبي بين فريقين الاصدقاء والنصر بدون اهداف. تلعب على طول تصويبه من السيد محمود. خالد صقر يلعبها كده في نص الملعب. مجدي ربيع، مجدي يرجع على طول لحارس مرمى عبده كمال. عبده حلوه قوي قوي الثقه كده يلعبها عبده كمال لخالد صقر. خالد التمريره لمجدي. مجدي هجمه كده منظمه لفريق النصر يلعبها على طول مضغوط على حمدي فتحي كده من فتوح عرفان. حمدي وفتوح. حمدي 1 ضد 1، انما لعبها التمريره قاريها وقاطعها على طول محمد كمال. محمد بمجهود فردي كده، انما تطول الكره منه وتبقى رمي التماس. خالد صقر مضغوط عليه من محمد عبد الناصر يستخلص كورته وياخدها على طول. محمد عدى وفات بمجهود فردي. محمد التمريره في منتهى الخطوره الهجمه اللي فاتت، انما على طول يحط اقدامه كده مجدي ربيع في اللحظات الاخيره وتبقى ضربه ركنيه لفريق الاصدقاء. محمد كمال على التنفيذ. محمد يلعبها على طول. محمد عبد الناصر تصويبه على طول. محمد عبد الناصر تصويبه. الله اول اهداف اللقاء للاصدقاء. محمد عبد الناصر جات له الكره على طول من محمد كمال واخد القرار وحط تصويبه صاروخ تروح كده على يمين حارس المرمى عبده كمال، ويبقى اول اهداف اللقاء لفريق الاصدقاء. اصبحت النتيجه تقدم فريق الاصدقاء على النصر بهدف نظيف باقدام اللاعب محمد عبد الناصر. هنشوف فريق النصر رد الفعل هيبقى ايه. اكيد مش هيسكت، هيعوز يعوض فريق الهدف. محمد عبد الناصر ضاغط والتمريره في اتجاه السيد، انما قاريها على طول وقطعها عبد العال صالح. عبعال يلعبها مشتركه وطلع على طول حارس المرمى احمد رمزي واخد كورته. تصطدم كده في الاخير باقدام مجدي ربيع وتبقى رمي على طول لفتوح عرفان. فتوح بيفكر في الاماميه في اتجاه محمد عبد الناصر تحت قدامه لسه محتار يعمل ايه، انما مفتوح بالعقل كده يستخلص كورته ويرجع لحارس مرماه. احمد رمزي يلعب الاماميه في اتجاه، انما يا ولد حلو قوي عبد العال صالح يعمل تمويه كده ويعدي الكوره وتبقى رميه مرمى لفريق النصر المتاخر في النتيجه حتى الان بهدف نظيف. طبعا المدير الفني لفريق الاصدقاء الكابتن الجيوشي الصبري طبعا. حمدي فتحي. مجدي ربيع التصويبه ركنيه لفريق النصر اللي بيسعى لاقل التعويض. بتلعب على طول على الارض، انما يحط اقدامه تاني في ركنيه لفريق النصر اللي بيسعى لاقل التعويض. بتلعب على طول على الارض، انما يحط اقدامه تاني في عرفان ويطلع كره ضربه ركنيه. ضاغط دلوقتي فريق النصر عشان يعوض فريق الهدف. ضربه ركنيه على التنفيذ خالد صقر. هيلعب الضربه الركنيه
تلاقيه على طول، انما بتوع عرفان قاطع توصل لابعاد هيفكر في التصويب انما ضعيفه، قطع على طول هجمه مرتده سريعه خطيره. السيد محمود، السيد وابعاد هيعمل السيد محمود مستني كده المسانده على بتوع عرفان، كده المسانده على بتوع عرفان، كده المسانده على بتوع عرفان. ضربه حره مباشره لفريق النصر من ناحيه اليمين، يروح لها كده المتخصص في الضربات الثابته خالد صقر لفريق النصر. ضربه حره تتلعب على طول مجدي ربيع، مجدي مضغوط على محمد كمال. ما زلنا في احداث الشوط الاول من اللقاء، تقدم فريق الاصدقاء على النصر بهدف نظيف باقدام اللاعب محمد عبد الناصر. تتلعب على طول الاماميه في اتجاه حمدي فتحي، حمدي انما تطلع على طول وتروح لحارس المرمى احمد رمزي يلعبها كده وينظف منطقته وتبقى رمي التماس. باستثناء الهدف لسه ما اتفرجناش على كره ممتعه من الفريقين حتى الان. عبد العال صالح، مجدي ربيع، مجدي يرجع تاني لعبد العال، مضغوط عليه من السيد محمود. محمد عبد الناصر يضغط ضغط ثنائي كده من محمد عبد الناصر والسيد محمود. عبعال مش سايبه انما تطول على طول من محمد عبد الناصر وتبقى رميه مرمى لفريق النصر. تماس كده لفريق الاصدقاء، تقدموا في اللقاء حتى الان فريق الاصدقاء مخلوهم هاديين واعصابهم هاديه حتى الان في احداث اللقاء. محمد كمال، محمد التمريره، محمد عبد الناصر خطيره انما حلوه ابو بفدائيه. محمد عبد الناصر خطيره انما حلوه ابو بفدائيه. حارس المرمى عبده كمال يتدخل ويطلع الكوره. طبعا مساعد الحكم النهارده الكابتن عماد صلاح على تنفيذ الضربه الحره، ترجع على طول لحارس المرمى احمد رمزي. احمد طالع بقى نص الملعب يلعب الاماميه انما قطع على طول مجدي ربيع، مجدي وبيدخل على طول محمد عبد الناصر. السيد خطيره انما مجدي مش سايبه كده، حلوه يا ولد، قطع كورته واستخلصها. لسه ضغط عليه السيد مش سايبه انما تصطدم بيه كده وتبقى رميه مرمى لفريق النصر. عبد العال صالح، خالد صقر عايز ياخدها كده بالمهاره انما قطع على طول محمد كمال. محمد التصويبه بعيده عن مرمى، رمي التماس تتلعب على طول. خالد صقر يرجع لعبد العال صالح، عبعال مضغوط على خالد صقر. محمد عبد الناصر يلعب على طول ناحيه اليمين، بيرجع مجدي ربيع لحارس مرمى عبده كمال. عبده خطوره حارس مرمى عبده كمال. عبده خطوره حارس مرمى عبده كمال. عبده خطوره غريبه عجيبه بعد ما ضغط السيد محمود وخد كورته من حارس عبده كمال ويلعبها لفتوع عرفان والمرمى خالي من حارسه، انما بمنتهى الغرابه يضيعها فتوع عرفان عشان تبقى رميه مرمى. كانت في منتهى الخطوره الهجمه اللي فاتت لفريق الاصدقاء بعد ما لعب بالنار كده حارس المرمى عبده كمال، حارس مرمى فريق النصر. محمد عبد الناصر ضغط وقاطع انما تطول وتبقى رمي التماس. مجدي ربيع على التنفيذ رميه التماس تتلعب على طول في اتجاه خالد صقر، مضغوط عليه محمد كمال. خطيره السيد محمود، السيد ومحمد انما التمريره قاطعها وقاريها في السكه كده. عبد العال صالح، عبعال راجع كده بنشاط واخد كورته تاني محمد عبد الناصر. السيد انما قطع على طول من قدامه مجدي، مرتده انما بتوع عرفان كده بالعقل يطلعها من قدامه وتبقى رمي التماس. عايزين رتم اللقاء يعلى شويه، الدقيقتين اللي فاتوا دول صوتنا عالي فيهم شويه. رمي التماس رايح لها خالد صقر كده بالتخصص. تتلعب على طول عرضيه على الارض كده انما تصطدم وتهرب كده من مجدي ربيع وتبقى رمي التماس. عايزين يلعبوها بسرعه مرتده انما لمسه يد يحتسبها حكم اللقاء الكابتن محمد عبد المعز اللي بيدير اللقاء بكفاءه حتى الان. نتمنى له السلامه. نشاهد مره ثانيه بعد ما قام محمد عبد الناصر كده، نتمنى له السلامه ونتمنى لكل اللاعبين اللي في ارض الملعب السلامه. تتلعب على طول محمد كمال، محمد عايز ياخدها في مساحه لنفسه، تروح على طول السيد محمود. السيد مضغوط عليه من مجدي ربيع، لسه الكره مع السيد انما خطا كده يحتسبه حكم اللقاء كابتن محمد عبد المعز. ضربه حره بتوع عرفان يلعبها لمحمد كمال. محمد التمريره انما قطيعته اطول منه وتبقى رمية مرمى لفريق النصر. تتلعب على طول خطيره خالد صقر ومحمد انما يلحق نفسه كده محمد كمال ويطلعها من قدامه. ضربه تماس تتلعب على طول مجدي ربيع. اجمل فريق النصر طالع له كده من ورا
التعادل عبد العال صالح بعد ما كمل كده هجمه عنتريه وحطها ببطن القدم على يسار الحارس احمد رمزي علشان يدرك فريق النصر التعادل قبل نهايه الشوط الاول عشان تصبح النتيجه تعادل فريقي النصر والاصدقاء بهدف لكل فريق. حلو يا ميت. طلع كده ابعال وحطها ببطن القدم على اليسار بمنتهى الجمال الكره اللي فاتت عشان يحرز هدف التعادل لفريقه. ابعال صالح يلعبها الاماميه مشتركه في اتجاه انما محمد كمال قطع في السكه بتوع عرفان. خالد صار على التنفيذ التماس تتلعب على طول على الارض كده عايز يستلم ويلعبها مع 1 2 حمدي فتحي انما تطول ويطلعها على طول محمد عبد الناصر تبقى تماس تاني. طلع كده اشتكى من اصابه محمد عبد الناصر وطلع نتمنى له السلامه ان شاء الله وينزل وليد حسني كده مكانه لفريق الاصدقاء. سلامة مين يا استاذ؟ يا عم سلامة اقعد ساكت يا عم انت يا شيخ. يا شيخ مش عايزين نلعب الماتش الجاي يا شيخ. ماشي. بتوع عرفان فتوح يلعب الاماميه السيد محمود يسندها كده من لمسه واحده حلوه قوي لوليد حسني. وليد تصويب وليد تصويب وليد تصويبه انما عبده كمان يحط ايده فيها كده في اللحظات الاخيره وتبقى ركنيه لفريق الاصدقاء. تصدي رائع اللي فات ده من عبده كمال حارس المرمى. ما زلنا في احداث الشوط الاول من اللقاء واصبحت النتيجه التعادل الايجابي. يقطع على طول مرتده خالد صقر خالد انما بخطا كده يتدخل مع تماس كده لفريق النصر. خالد صقر على التنفيذ يلعب على طول مره واحده انما طويله وتطول وتبقى ضربه مرمى لفريق الاصدقاء. احمد رمزي يلعبها كده ناحيه اليمين محمد كمال واخدها ورايح في مساحه محمد التمريره لوليد حسني انما قطع مرتده خطيره انما احمد رمزي في توقيت اكثر من رائع ويرجع كده حكم اللقاء الكابتن محمد عبد المعز يحتسب الخطا لفريق النصر. بيدير اللقاء بكفاءه حتى الان الكابتن محمد عبد المعز. محمد كمال انما السيد يلعب على طول ناحيه الشمال لفتوح يلعب العرضيه انما على الارض كده يتصدى لها حارس المرمى عبده كمال ويبدا هجمه كده منظمه لفريق النصر. خالد صقر عبد العال صالح من رجل لرجل كده فريق النصر. حمدي فتحي حمدي يلعب الاماميه في اتجاه مجدي ربيع عايز يلعبها كده مع 1 2 انما طويله بدون عنوان توصل لحارس المرمى احمد رمزي. محمد كمال التمرير لفتوح عرفان فتوح عايز يلعب الاماميه في اتجاه السيد محمود ويترك حكم اللقاء الكابتن محمد عبد المعز نهايه الشوط الاول بالتعادل الايجابي بين فريقي النصر والاصدقاء. استراحه قصيره ثم اعود لحضراتكم في احداث الشوط الثاني في اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اسعد الله اوقاتكم بكل الخير. لنا عوده في احداث الشوط الثاني في الدوره دون ال40 عام اللي بينظمها مركز شباب شبرا اللوب بين فريقي النصر والاصدقاء اللي انتهى الشوط الاولاني بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق. احرز هدف فريق الاصدقاء الكابتن محمد عبد الناصر اما فريق النصر احرز الهدف عبد العال صالح. لسه كده هنشوف احداث الشوط الثاني هتودينا لفين في هذا اللقاء. ضربه حره خالد صقر يلعب على طول عبد العال عايزين يكرروا الكوره تاني انها تلعب على طول السيد محمود السيد وخالد خالد انما يحجز على كورته انما ياخدها على طول السيد خطيره في منتهى الخطوره الهجمه اللي فاتت لفريق الاصدقاء. اصابه كده لحارس مرمى فريق النصر بعد ما انضغط كده من وليد حسني السيد محمود السيد تصويبه انما كانت في منتهى الخطوره الهجمه اللي فاتت لفريق الاصدقاء. تتلعب على طول حمدي فتحي في مرحله بناء هجمه جديده لفريق النصر. مجدي ربيع يعديها انما تعدي وتوصل على طول حارس المرمى احمد رمزي يلعبها في اتجاه السيد مشتركه بينه وبين عبعال السيد يحتسبها كده حكم اللقاء خطا الكابتن محمد عبد المعز. ضربه حره مباشره لفريق الاصدقاء. عرقله واعاقه ومخالفه بدون بطاقه واقفين الاثنين على الكوره. ضربه حره السيد التصويب انما تعدي بعيده. ما زال التعادل الايجابي يسيطر على اللقاء بهدف لكل فريق.
حمدي فتحي مضغوط عليه من محمد كمال. التمرير انما فتوح خطيره الهجمه انما يلحق فتوح لسه كده على تنفيذ التماس. يلعب على طول في اتجاه السيد انما قطع من قدام على طول حمدي فتحي. حمدي التمريره في اتجاه خالد صقر انما تطول ويطلع في كورته على طول احمد رمزي. السيد محمود السيد عايز يستلم كده ويروح انما عبد صالح مش سايبه. خطا يحتسب حكم اللقاء الكابتن محمد عبد المعز على اللاعب السيد محمود. ضربه حره مباشره والسيد محمود لاعتراضه كده على حكم اللقاء. مجدي ربيع مجدي لسه بيدور هيلعب لمين. مجدي ربيع التمريره لخالد صقر في نص الملعب مضغوط عليه. حلو قوي ال1 2 بينه وبين حمدي فتحي. خطيره في منتهى الخطوره بعد ما اتعملت كده 1 3 باللاعبي فريق النصر انما حمدي فتحي كده يسدد وتبقى رمية مرمى تتلعب على طول السيد محمود. مرتده لفريق الاصدقاء. السيد تمريره وليد حسني وترجع تاني حلوه لسه الخطوره قائمه. هجمه ب7 ارواح الهجمه اللي فاتت على فريق النصر لفريق الاصدقاء بعد ما تصدي كده مرتين من حارس المرمى عبده كمان. جت في منتهى الخطوره الهجمه اللي فاتت لفريق الاصدقاء. لو هجمه هنا ابتدى صوتنا يعلى كده والريتم عالي في الشوط الثاني من احداث اللقاء. مجدي ربيع يلعب على طول لعبد العال صالح. خالد صقر خالد يلعب التمريره مجدي ربيع انما تطول منه وتروح لاحمد رمزي. عايز يلعب على طول من نفسه واحده في اتجاه السيد توصل لاشرف موسى. اشرف بيفكر في التسديد ولا ايه؟ عايز يعتمد على الوقت. حلوه التمريره خطيره انما بغرابه شديده كمان كده على التنفيذ لفريق الاصدقاء. عايز يلعبها في اتجاه السيد نمط على طول مرتده خطيره انما مجدي ربيع يرجعوا كده ويرتدوا فريق الاصدقاء. تتلعب على طول انما احمد رمزي حلو قوي كده يشيلها ويحط ايده ويشيلها من تحت العارضه. التصويره اللي فاتت لمجدي ربيع. تعادل الايجابي لسه ما زال يسيطر على اللقاء. هدف لكل فريق. خالد صقر يرجع بقى لعبد العال صالح. عبد العال التمريره كده اشرف موسى مضغوط عليه من محمد عبد الناصر انما تطول وتبقى رمي التماس. يلعب على طول خالد صقر. خالد مضغوط عليه من محمد كمال. محمد ترجع لعب على صالح يطلع كده على طول اماميه مشتركه بين محمد عبد الناصر واشرف موسى. يرد عليه محمد. لسه الكره حائره كده في نص الملعب. ما بين اقدام اللاعبين. ترجع لحارس المرمى احمد رمزي الوليد حسني. عبد الناصر لمحمد كمال. محمد مضغوط عليه من مجدي ربيع. مجدي ضاغط بخطا كده ضربه حره مباشره. وليد حسني على التنفيذ يلعبها على طول توصل لمحمد عبد الناصر. بيفكر في التصويبه بعيده من نص الملعب كده تعلى وتبقى ضربه مرمى لفريق النصر. عبد الناصر السيد تصويبه تمر كده ارضيه بجوار القائم الايسر لحارس المرمى عبده كمال اللي شايفه كده بيعاني من اصابه. عبده كمال كده لاشرف موسى في نص الملعب مضغوط عليه محمد كمال. التمريره في اتجاه مجدي ربيع. مجدي عايز يلعب ال1 2 انما تبقى رمي التماس مره ثانيه. تتلعب على طول عبد الناصر. محمد عبد الناصر خطيره التصويبه انما التصدي اكثر من رائع من عبده كمال. وليد حسني ضغط فريق الاصدقاء. وليد خطيره الثاني حلوه اقدر اقول 90% من الهدف ده لوليد حسني بعد ما توقع وقطع وانطلق انطلاقه عنتريه كده وعملها 1 2 مع السيد محمود علشان تبقى الهدف الثاني لفريق الاصدقاء. النتيجه تقدم فريق الاصدقاء على فريق النصر بهدفين مقابل هدف. يتلعب على طول اشرف موسى مش هيسكت فريق النصر اكيد هيحاول يرد ويعوض الهدف. اشرف موسى مضغوط عليه من محمد عبد الناصر توصل لمجدي ربيع. عايز يعمل التمرير على الارض انما قطع على طول. خطيره
انما يرجع كده محمد عبد الناصر ويغطي السيد محمود، السيد وابعاد، انما تطول السيد وتبقى توصل لحارس المرمى عبد كمال. خالد صقر، خالد لمجدي ربيع، مجدي ربيع يلعب على طول لخالد، يلعب على صالح اللي زي كده وعامل الزياده، ابعاد تصويبه الناحيه اللي زي كده وعامل الزياده، ابعاد تصويبه الناحيه اللي زي كده وعامل الزياده، ابعاد تصويبه انما سهله في ايد حارس المرمى، عايز يلعبها سريعه انما على طول في طريق ابعاد تصويبه، اعتمد كده على نفسه وخد القرار وصوب، انما تعلى مرمى الحارس احمد رمزي. ما زلنا في احداث الشوط الثاني من اللقاء، واصبحت النتيجه تقدم فريق الاصدقاء على النصر بهدفين مقابل هدف. وليد حسني، وليد يعتمد على المهاره الفرديه كده ويروح ويكسب مساحه. وليد هيعمل ايه؟ وليد لسه الكره معاه، وليد العرضيه انما قاطع كده وراجع. اشرف موسى عامل الواجب الدفاعي. مجدي ربيع، المرتده لفريق الاصدقاء، المرتده خالد لسه الهجمه قائمه انما قطع على طول، واخد محمد عبد الناصر، محمد انما ضربه حره على التنفيذ. وليد حسني لفريق الاصدقاء يلعب على طول، قطع حمدي فتحي، حمدي لسه الكره معاه كده، يلعب على العرضيه انما توصل سهله لحارس المرمى احمد رمزي. احمد رماه وراح، احمد التمرير انما يلعبها كده عبد العال. اشرف موسى، اشرف راح كده في مساحه وكسب مساحه انما ضغط محمد عبد الناصر. خطيره محمد، خطيره السيد محمود انما عبد العال صالح قافل كده وقاطع الكره على طول بامتياز. عبد العال صالح مدافع فريق النصر، سيد محمود، محمد عبد الناصر انما تطول منه احمد رمزي لوليد حسني. وليد حسني تمريره حلوه خطأ كده وكارت واحمر كده، طرد اللاعب فريق النصر اللاعب مجدي ربيع. السيد محمد كمان انما يقطع كده على طول ابعاد صالح، قطع على طول وليد حسني، توصل لمحمد عبد الناصر، محمد لوليد، محمد تاني انما قاطع وقاري على طول. اشرف موسى، اشرف انما مضغوط عليه مش سايبينه. محمد عبد الناصر ووليد حسني انما طلع كده اللاعب سيد محمود من فريق. تعالى يا ابو سيد جنبنا هنا. نزل فتوح عرفان، احمد رمزي لفتوح عرفان، فتوح عرفان لوليد، خطيره الهجمه دي، خطيره انما يحطها قدامه كده وتبقى ركنيه لفريق الاصدقاء. بتلعب على طول محمد كمال، التصويبه عاليه تعلى بدون عنوان، بتبقى ضربه مرمى لفريق النصر اللي بيسابق الزمن من اجل ادراك التعادل واللحاق باللقاء. عبد العال صالح يلعب على طول لاشرف موسى، فريق النصر بيحاول يبني هجمه منظمه. اشرف مضغوط عليه محمد عبد الناصر، تروح على طول حمدي فتحي، مضغوط عليه محمد كمال مش سايبه، رامي التماس يلعب على طول خالد مضغوط عليه من فتوح عرفان، فتوح انما يطلع يحط قدمه فيها كده محمد عبد الناصر. تماس لفريق الاصدقاء، انزل هيلعب جايب على طول فتوح عرفان، فتوح في مساحه كده ياخدها لنفسه، يلعب التمرير على طول محمد عبد الناصر، محمد مضغوط عليه من خالد صقر، محمد يرجع ورا على طول لمحمد كمال، بيحاولوا كده يحافظوا على الكره بين اقدامه انما قطع على طول خالد صقر، توصل تاني لوليد حسني، مضغوط عليه من اشرف موسى، التصويبه خدها كده ولف، والتصويبه على طول خد قرار التصويب انما تعلى المرمى للحارس عبده كمال. رمي مرمى تتلعب على طول فريق النصر. اشرف موسى، اشرف بخطا كده ضربه حره، اشرف موسى على التنفيذ، عبد العال صالح، التمريره في اتجاه حمدي فتحي، مضغوط عليه محمد كمال انما واقف، قطع على طول محمد، ترجع لاحمد رمزي، من لمسه لوليد حسني، وليد التمريره فتوح، الثالث وليد حسني نجم من نجوم اللقاء، جاب هدف وصنع هدف حتى الان. اصبحت النتيجه تقدم فريق الاصدقاء على النصر بثلاث اهداف مقابل هدف. اتصعبت المأموريه على فريق النصر بعد احراز فريق الاصدقاء الهدف الثالث.
النصر ب3 اهداف مقابل هدف. اكبر من كل واحد في الملعب. مجدي ربيع، حمدي فتحي، يرجع على طول خالد صقر. التمرير انما قاطع محمد عبد الناصر. محمد خطيره، محمد التمرير عملها له من لمسه واحده كده بتوع عرفان، انما طولت كده، بيعاني من اصابه ومتحامل على نفسه والله اللاعب محمد عبد الناصر. في سلامه كده للكابتن عبده كمال. قد كده اهو كبير قد كده اهو. محمد عبد الناصر خرج مصاب ايضا. الف سلامه لكل اللعيبه المصابه. اشرف موسى، اشرف عايز يلعب الاماميه في اتجاه مجدي ربيع، انما تطول وتبقى رمي التماس. محمد كمان، محمد ينزل يلعب الاماميه في اتجاه السيد محمود، هيلحق لما تخرج السيد حلوه قوي الاماميه لوليد حسني، وليد حسني انما يحط قدامه فيها ناجي الهلباوي وتبقى رمي التماس لفريق الاصدقاء. لعب على طول محمد كمان، محمد تمريره بتاعت خطيره فتوح لسه كره تحت قدامه، يرجع كده ويهدي اللعب، النتيجه في صالحه طبعا، ويرجع لحارس مرمى احمد رمزي يلعب الاماميه. بتوع الفان تصويبه جاي واخد القرار صح. مجدي ربيع، حمدي فتحي البينيه حلوه قوي اللي فاتت، خطيره الهجمه دي، خطيره الهجمه دي، خطيره الهجمه دي، خطيره حلوه قوي الهجمه اللي فاتت دي لفريق النصر، اتعملت في منتهى الخطوره لناجي الهلباوي، عايز يحطها ببطن رجله كده على يسار الحارس احمد رمزي، تبقى ضربه مرمى. تلعب على طول كده مباشره في المرمى. حمدي فتحي، اشرف موسى، اشرف يعدي كده ويروح، اشرف مضغوط عليه من وليد حسني، اشرف بيفكر في التصويب ولا ايه؟ اشرف لسه الكره بيحافظ عليها تحت قدامه، قطع على طول محمد كمال، مرتده وليد حسني عايز يلعبها كده السيد محمود، انما تيجي في ايده يحتسب حكم اللقاء، تبقى لمسه يد. لعب على طول اشرف موسى، ناجي خطيره الهجمه دي، انما قطع على طول وليد حسني، وليد يعدي بالمهاره حلوه قوي ويروح، وليد الاماميه السيد محمود يستلم السيد، خطيره 1 ضد 1 كده السيد محمود، السيد يرجع على طول محمد كمال عايز يلعبها اماميه في اتجاه السيد، انما مقطوعه، قاطع مجدي ربيع يلعبها على طول ليه؟ خالد صقر، خالد التمريره لناجي الهلباوي لخالد صقر، تصويبه والله حلوه لناجي الهلباوي لخالد صقر، تصويبه والله حلوه التصويبه اللي فاتت من خالد صقر بعد ما تريحت له كده من لاعب ناجي الهلباوي. فتوح عرفان، يرجع كده الحارس مرماه احمد رمزي، عايزين يحافظوا على الكره كده ما بين اقدامهم. فتوح عرفان، احمد رمزي حلوه قوي التمريره في مساحه، وليد حسني، حلوه البينيه انما قاطع كده وقاريها بامتياز. حمدي فتحي، حمدي عامل الزياده، يلعب على طول مجدي ربيع، اشرف موسى، خطيره، اشرف انما عايز يعدي بالمهاره كده، انما في التوقيت المناسب محمد كمال يحط قدامه فيها وتبقى ركنيه لفريق النصر. تلعب على طول العرضيه انما تعدي تمر وتبقى تماس لفريق الاصدقاء. السيد محمود عايز يلعبها كده في المرمى، ويطلق حكم اللقاء الكابتن محمد عبد المعز صافره نهايه اللقاء بفوز فريق الاصدقاء على النصر ب3 اهداف مقابل هدف. الى اللقاء، على ان اعود لحضراتكم في لقاءات قادمه ان شاء الله. احسنت يا كابتن.